المهزلة دي كبرت والحياة بقت لا تطاق. كلمت أهلي وجوم حطوا حد للموضوع ده. الحمد لله انعزلت ورجعت شقتي فوق. بس حماتي وحماية مسكتوش، عيشوني أيام مرار. جوزي يرجع كل يوم من الشغل يعمل معايا خناقة، كان بيشتمني، وحماية بقى بيحرضوا عليا بضرب، وبدأ يضربني وهو طول عمره كان ضد الضرب. حماتي كانت تقوله: أنا مش زي الناس اللي فرحت بمرات ابنها، أنا مش فرحانة، أنت انعزلت، والبنات بيصحوا من 7 الصبح يعملوا شغل البيت. يا ساتر، شغل إيه اللي بيتعمل من 7؟ وفي وسط المأساة دي عرفت إني حامل. أنا وجوزي كنا طايرين من الفرحة، نزلنا نقولهم، لقيت أبوه وأمه بيقولولنا بكل برود: مبروك. مبروك كده، ولا أي مشاعر ولا أي فرحة. تاني يوم الصبح جوزي يجيلي ويقولي: إحنا هنرجع نعيش تحت تاني. قلتله بهدوء: معلش يا أحمد، مش هينفع، خلينا زي ما إحنا وننزل كل يوم بالليل نقعد معاهم. قال لي: لأ، يلا هتنزلوا دلوقتي، أمي ما عملتش الأكل. رفضت، أما مسكني من شعري وشدني على الأرض وأنا حامل في أول شهور الحمل، وشدني من شعري على السلم. لقيت حماتي وبناتها واقفين تحت على بابهم فرحانين، محدش قال عيب. بعد كل اللي شافته صابرين، تفتكروا هتعمل إيه؟ هل دي كانت النهاية ولا الصراع لسه مكمل؟ الجزء الأخير فيه كل المفاجآت.